ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة. فيديو النهاردة بإذن الله هيكون آه، أفضل غسولات أنا استخدمتها الفترة اللي فاتت. أنا جربت حاجات كتير جدا بسبب التيك توك. أنا نقيت 6 غسولات هما اللي استخدمتهم مؤخرا. أنا بشرتي مختلطة، آمم، مايلة للدهنية، بس في الشتا بتبقى عادية. أوكي، فيالّا نشوف إيه الغسولات اللي هنشوفها مع بعض النهارده. طيب حابة بس أقول حاجة في الأول. ممكن اللي يناسبني ما يناسبكيش أو العكس، فالمنتجات دي ده استخدامي الشخصي وتجربتي أنا الشخصية، فمش شرط إن اللي هيمشي معايا هيمشي معاكِ واللي هاحبه تحبيه. فيالّا نبدأ الفيديو. أنا هابدأ من الأرخص للأغلى. تمام؟ الإيفا ناتشورال جلو ده 100 مللي، فيه فيتامين سي، فيتامين إي، وفيه بي 3 اللي هو النياسيناميد، وفيه بانثينول. آم، هو مكتوب عليه إنه بينضف بعمق وبيوحد لون البشرة بشكل ملحوظ. هو بينضف كويس جدا، بيسيب البشرة مترطبة، وشكله حلو، بيخلي البشرة يعني شكلها حلو. توحيد لون البشرة ما حسيتش قوي معايا. انا عندي بقع هنا في وشي من الشمس والسن فمع الشمس هنا تطلع لي بقع. فما حسيتش قوي بموضوع التفتيح ده. هو فيه عرقسوس وترمس وكمان جريب فروت، وسعره 60 جنيه. ممكن تجيبوه ده من الصيدلية ب60 جنيه، ممكن بيبقى أعتقد ب55 في السوبر ماركت والهايبر ماركت الكبير. هوريكم القوام بتاعه من جوه. بعد كده الجرنيه ده اللي هو الجديد اللي بالساليسيليك اسيد. ده 50 ملي، سعره 75 جنيه، عليه فاست كلير. اوكي. هو فيه ساليسيليك اسيد وهو بينظف. وانا ليه طلعته بقى معايا في الفيديو ده؟ هو كويس لو في حبوب بيخليه بينشفها، وما بيخليش حبوب تاني تطلع. انا كمان جربته مع ابني لان هو في سن المراهقة، فقلت احافظ له على بشرته علشان ما يطلع لهاش حبوب، فلو طلعت له حباية صغيرة كده بيضيعها على طول. بيحافظ ان ما يطلعش حبوب تاني. هو ده بقى فكرني ليه طلعته لكم، علشان هو فكرني بالغسول البيكنج باودر اللي هو الكوري. انا مش فاكرة اسمه دلوقتي. هحاول احط لكم صورته يعني لو افتكرت او لقيته يعني. انا كنت استخدمت الغسول ده زمان وكان كوري وعملته في فيديو قبل كده، فهو ده شبهه جدا يعني. التترا هيدرو ده من شركة اسمها مقام. هو حلو وبينظف، سعره 120 جنيه. برضو فيه ساليسيليك اسيد. انا هتلاقوني كل الغسولات فيها ساليسيليك اسيد ونياسيناميد علشان بيتحكموا في افراز الدهون ويمنع الحبوب تطلع وبيحسن شكل المسامات. طيب نرجع للتترا هيدرو. التترا هيدرو هو حلو، هو قوامه جل. كان سعره، انا قلت لكم سعره 120 جنيه. موجود في الصيدليات بس مش هتلاقوه في السوبر ماركت، هتلاقوه موجود في الصيدليات. آم، يعني هو بالنسبة لي كويس، بس يعني مش هرجع اشتريه تاني. لا، ما حسيتش يعني معاه بحاجة فظيعة. هو حلو بينظف البشرة كويس، بس في حاجات بالنسبة لي أفضل منه. بعد كده كولاجرا. كولاجرا الناس اختلفوا عنه. شفت على تيك توك ناس بتشتم فيه وناس بتحبه. انا من الفريق اللي بيحبه. انا دي تقريبا تالت او رابع واحدة استخدمها. انا بحبه جدا. سيبوكوا معلش شكل الانبوبة بتاعته
معرفش دي حاجة جديدة بدأت تظهر فيه، ما كانش العبوات اللي قبل كده ما كانش اللون بيروح كده، وهو مش بقاله كتير يعني. نرجع لموضوعنا. هو 200 ملي. انا بحبه جدا جدا. هو فيه نياسيناميد، ساليسيليك اسيد، فيه زيت الجوجوبا. فيه هو حلو جدا، بينظف الوش كويس جدا حتى لو حاطه ميك اب. كمان بيحسن شكل المسامات، وما بيطلعش حبوب. لو عندي حباية او انا كان ساعات مش بيطلع لي، ما بقاش الحمد لله يعني ما بقاش بيطلع لي الحبوب اللي هي الحباية حباية، بس احيانا بيطلع لي حبوب تحت الجلد. الساليسيليك اسيد من احسن الحاجات اللي بتنظف الحاجات دي كلها، والحبوب اللي تحت الجلد مادة الساليسيليك اسيد بتشيلها يعني. فأنا بحبه جدا، وسعره كان 140 وبعدين غلي يعني. أنا بصيت على سعره قبل ما أعمل الفيديو بقى ب150 جنيه، بس بيقعد فترة طويلة ويعتبر سعره معقول على الحاجات اللي هو بيعملها. بعد كده ديرما اكتف، اللي هو اكتي جلو. ده كام؟ 150 ملي. ده فوم. مش بصوا انا برضو ده يعني هو خلاص فاضل فيه شوية دول. هو مايسيلر. وعارفين نفس فكرة المايسيلر ووتر لما بنمسح بيها الميك اب، ده معمول في شكل فوم. بتدوسي كده بيطلع الفوم، بينظف الميك اب كويس جدا جدا جدا. أم، فانا بالنسبه لي هو حلو في كده يعني، عاده بستخدمه اكتر، او انا خليته يعني يبقى دي مهمته لو حاطه ميك اب، بحط منه بينظف الميك اب كويس جدا. بيرطب جدا البشره، بيشيل الميك اب كويس جدا جدا. حتى الووتر بروف، مناسب لكل انواع البشره. وسعره 199 جنيه، وحجمه 150 مللي. اخر حاجة واغلى حاجة الماليندا جل، من شركة اسمها بلوبل. هو حجمه كبير، 250 ملي، ب260 جنيه. بينضف كويس جدا. في AHA و BHA، دي مقشرات ساليسيليك اسيد، جلايكوليك اسيد. يعني قلنا ساليسيليك وجلايكوليك وستريك اسيد، فينول، وحاجات كتير بصراحة. هو هو بيجي في العلبة دي. انا بس حطيته علشان التصوير، لكن انا مستخدماه. بصوا يعني انا مستخدمه لحد هنا. أنا بصراحه اول مره كنت اجربه، بس قلت يعني لما شفت النتائج بتاعته فقلت ايه اقول لكم عليه. هو بيجي في شكل جل شفاف. آه هي دي الغسولات اللي انا جربتها وعجبتني، بس في واحد فيهم هو بالنسبة لي كان التوب، وحاسة ان انا لما يخلص هجيبه تاني ومش هقطعه ابدا، لانه فعلا خطير. تتوقعوا انهي واحد؟ لو عرفتوه صح هعملكوا عنه ريفيو بالتفصيل. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، ومستنية رأيكم في التعليقات. ولو عندكم اقتراحات منتجات تانية عايزين تقترحوا عليا اجربها، قولولي ايا كان ايه نوع المنتج، يعني مش لازم تكون غسول. مستنياكم في التعليقات، واشوفكم على خير بإذن الله المرة الجاية. مع السلامة.